جدا سعيد بالحب والدعم اللي قدمتم لي من أول فيديو. آلاف المشتركين جدد خلوني أكون أنشط وأنشر لكم فيديوهات أكثر كل يوم إن شاء الله. هالفيديوهات راح تكون شبه يومية، راح نتحدث ب10 دقائق أو ما شابه عن الأحداث اللي تصير بالعراق وبالمنطقة وبالعالم كله، على مود تفهمون الأمر من كل الزوايا والنواحي. أنتوا إلكم الصافي، يعني راح أجيب المصادر والمعلومات والتحليل، وأنت تجي ب10 دقائق تفهم الملف كله والأزمة كلها. اليوم راح نحكي عن إيران. الضربة اقتربت، إيران في خطر، النظام الإيراني في خطر. هل تستطيع الرد على الولايات المتحدة؟ هل هناك فرصة تفاوض؟ كل هاي الأسئلة بسرعة راح نجاوبها حسب معطيات الساعة واللحظة. يعني ممكن تجي باكر أو عقبة تشوف هذا الفيديو تكون بمعلومات قد صارت قديمة، لذلك شوفوه أول ما ينزل. حتى اللحظة كان أكو محاولات من عمان وقطر في إيجاد طريقة لتخفيض التصعيد ووضع الولايات المتحدة وقطر وإيران في اجتماع للتفاوض. الولايات المتحدة قالت للكل، كل من اتصل بها، أنه نريد نسولف، إيران تريد تسولف وياكم. قال أوكي، ندخل اجتماع ب3 شروط أولية قبل الاجتماع. شنو هي؟ أولا، عدم وجود تخصيب نووي على الأراضي الإيرانية، وإيقاف البرنامج النووي اللي ممكن يصعد إلى مرحلة صناعة قنبلة. يعني يكون أكو برنامج نووي لأغراض سلمية بإشراف دولي بدون تخصيب بدون كل هالأشياء. والشيء الثاني، واللي هو إيران شافته كلش كلش غير ممكن، الصواريخ البالستية. إيران خطرها اكتشفت أنه الفلوس اللي صرفتها على البرنامج النووي لم تكن مفيدة مثل ما فادتها الفلوس اللي صرفتها على الصواريخ البالستية بعيدة المدى اللي وصلت إلى إسرائيل وضربت تل أبيب. هنا إيران تقول أني ما راح أتخلى عن هذه الصواريخ لأن هي ورقة ضمان بقاء النظام. ليش أمريكا تريد إيران تتخلى عن هاي الصواريخ، أو على الأقل طويلة الأمد، أو وضع يعني حدود لها، ايش قد عددها، شلون تصنعها، كم تقدر تصنع بالسنة؟ لأنها ممكن أن تستهدف إسرائيل، ممكن تستهدف قواعد عسكرية أمريكية بعيدة. لذلك أمريكا تقول هذا البرنامج لازم يتوقف، وإيران تقول ما نقدر نوقف هذا البرنامج. ليش؟ لأن إيران محاطة بدول ما تثق بها 100%. أذربيجان، أفغانستان، تركيا، إسرائيل مقابلها هناك، قواعد الأمريكية المحيطة بها، هي هم من تريد ضمانات دفاعية. لذلك هذا الشرط ما قبلته. الشرط الثالث كان التخلي عن دعم وكلائها وميليشياتها وفصائلها في العراق وبقية أنحاء المنطقة اللي هم لبنان، في اليمن وأماكن أخرى. طبعا إيران قالت احنا ممكن نتفاوض على النووي، بس بقية الشروط شوية صعبة، لأن إيران تشوف هاي ال3 مظلات هي دفاعها للحفاظ على النظام. فهذا معناه كله أنه مع التحشيد العسكري الأمريكي الموجود حاليا في المنطقة تصعب الأمور أكثر وأكثر. شلون؟ اما انه شلون يتوقف هذا التصعيد؟ عاده اكو تفاوض بين الدول ويسموها diffusing the situation. الديفيوزنج هسه شلون راح يصير اذا امريكا تريد هذه الشروط وتعرف ايران في اضعف حالاتها حاليا بسبب الازمه الاقتصاديه، بسبب احداث ما بعد اكتوبر 7، الحرب اللي خاضتها ضد اسرائيل، الاحتجاجات اللي تسببت بقتل الاف الشباب والبنات الايرانيات، اللي خلى الشعب الايراني يبتعد اكثر في علاقته مع الحكومه ويفقد الثقة بهاي الحكومة. العديد من أفراد الشعب، ما عليك أنت بمليون مليونين 10 اللي يطلعون ويشالين صور خامنائي. تيران دولة كبيرة كلش، والشعب مرعوب أنه من الدم والعنف اللي شافه. عادة الدماء والقتل تبعد الشعوب عن الحكومات، ما تقربها أبدا، ما تقربها. وشفنا هذا الشيء مع نظام صدام، شفنا بعد تشرين الشعوب تبدي تباوع على الطبقة الحاكمة بأنها قاتلة ومجرمة. المهم حاليا الوضع الأمريكي أنه يستوجب أنه تنهي ملف الشرق الأوسط، ملف على الأقل الاضطراب في الشرق الأوسط. سوريا حاليا مشروع أمريكي، تركي، سعودي، قطري، كل هاي الدول مستثمرة في هذا المشروع لإنجاح التجربة السورية. حتى الآن ماشيين تمام بنظر هذه الدول أنه أوكي راح نسيطر على الوضع في سوريا. الوضع في لبنان، حزب الله دا يفقد قدراته وقوته واقتصادياته وكل هالأشياء يوما بعد يوم. يبقى لك إيران. إيران هي اللي تشوفها الولايات المتحدة السبب الأول لعدم الاستقرار في المنطقة، يعني بقية الدول كلها دا تتحالف ودا تجتمع ودا تسوي. إيران لا تزال متمسكة بشعارات الثورة وتصدير الثورة والكذا وكذا، وهذا ما يتوالم مع السياسة الدولية في الوقت الحالي. هذه الشعارات
كانت موجودة عندما كان اكو شيء اسمه اتحاد سوفيتي وحرب باردة. الآن الوضع يختلف، الآن الاقتصاد العالمي صار متماسك، صار عبارة عن العالم صار عبارة عن قرية واحدة، وإيران مدت تلقي نفسها في هذا النظام. يعني حتى روسيا اللي البعض يقول روسيا حليف إيران، روسيا مو حليف إيران، روسيا تشوف إيران أحيانا مشكلة كبيرة. شلون كان نظام صدام يسبب لها دوخة راس؟ صح كانوا حلفاء مع صدام، لكن كانوا يشوفوه أنه يسوي لهم مشاكل بالعنتريات. العنتريات حاليا ما مطلوبة، لأن العالم يتقسم إلى نفوذ مرة ثانية، النفوذ الأمريكي، النفوذ الصيني هناك، النفوذ الروسي في دول المحيطة بروسيا. فإيران مدى تلقي نفسها على الخريطة الدولية، تحاول تكون قوة عظمى بس مو قوة عظمى هي. هنا نجي مرة ثانية، هل أكو ضربة عسكرية؟ في حال ماكو اتفاق مع إيران، أو بالأحرى ماكو تنازل من إيران، لأن إيران لازم تتنازل. هاي الدول تقول إحنا معي، إحنا جايبين الأساطيل البحرية وقاعدين نقابلكم، تتنازلون لو لا؟ إذا ماكو تنازل شنو السيناريوهات؟ أن تكون ترامب اللي يريده حسب المقربين من الإدارة وحسب التقارير الإعلامية اللي تطلع في أمريكا، أنه ترامب يريد ضربة عسكرية مركزة، ضربة عسكرية أنه تكون يعني فعلا تشل النظام، فعلا تسبب نتائج وتحقق نتائج. وهو يريد يستهدف ما تبقى من البرنامج النووي، لأن إيران حاولت أن تعيد إعادة بناء المنشآت النووية ودفنها تحت الأرض بأعماق أكثر بعد ما صار من ضربة الولايات المتحدة بالبي 2 وبقية الطائرات البي 52 وغيرها في نهاية حرب 12 يوم. فترامب يريد يقضي على ما تبقى من آمال إيران في البرنامج النووي إذا صارت الضربة. والتوقعات تشير، وأنا أتوقع شخصيا أنه إذا صار أكو حملة عسكرية وجوية، أنه الولايات المتحدة وإسرائيل يستهدفون مخازن الصواريخ البالستية اللي عرفوا بها الآن لمحاولة إيقاف إيران من الرد. لأن إيران تريد ترد، وإيران راح ترد، لأن هي ردت في 12 يوم، ضربت إسرائيل وتسببت بالعديد من خلينا نقول الدمار وكذا في إسرائيل، فممكن ترد مرة ثانية. لكن هذه المرة راح ترد على الأغلب حسب ما هو متوقع وحسب التهديدات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الجوار، على الأساطيل البحرية الأمريكية الموجودة. أمريكا عندها بطاريات ثاد وبطاريات البيتريوت، وأيضا حاملة الطائرات وبقية المدمرات الموجودة والغواصات والطائرات، كلها ممكن تفند هذه الهجمات وتدافع عن نفسها وعن حلفائها بالمنطقة في حال إيران قررت تضرب قطر، إمارات، سعودية أو تركيا أو أي دولة أخرى. ليش إيران ممكن تضرب هذه الدول؟ ضرب هذه الدول مثلا الإمارات، يعني بعيد الشر عن كل الدول العربية والدول المجاورة للعراق وغيرها، لكن نتكلم احنا في سيناريوهات ضربت إيران للإمارات مثلا أو قطر. مثلا الإمارات عندها برج خليفة، قطر عندها الأبراج المشهورة. في حال ضربت أحد هذه المعالم، أنه تريد تشوف للعالم أنه العالم كله راح يتحول إلى كابوس وإلى يوم القيامة في حال استمرت هذه الحرب، فيجب إنهاء هذه الحرب. يعني هاي الهدف الوحيد اللي يكون من هذه الضربة، والإجبار هذه الدول على التدخل واستغلال نفوذها حول العالم لإيقاف الحرب المزعمة على النظام الإيراني. احنا ما نعرف حتى الآن إذا أكو حرب، نتكلم بسيناريوهات. ممكن ماكو حرب، ممكن أكو انقلاب ناعم من جوا، انقلاب يقود ضابط عسكري على الأغلب من الحرس الثوري، شخصية سياسية قوية في إيران، أنه يقولون لا إحنا حفاظا على الجمهورية الإسلامية، مو الثورة الإسلامية، الجمهورية الإسلامية، راح ندخل ونوقف اللي يصير حاليا وكذا وكذا، وبعدين يصير تفاوض خلف الكواليس مع أمريكا والغرب وتوصل إيران إلى نقطة استقرار. هذا في حال حدوث هكذا انقلاب من داخل. أما السيناريو الآخر الآن يقترب من الواقع أكثر، وهو ضرب مواقع الباسيج، ضرب مواقع الحرس الثوري، وإلهاء النظام الإيراني، وضرب مواقع وقيادات الاتصالات والسيطرة. بهاي الحالة الشعب ممكن يتشجع ويطلع مرة ثانية في تظاهرات أكبر من السابق اللي شفناها في أيام 7 و8 و9 يناير الماضي أو الحالي، عذرا بعد ما منتهي. هكذا احتجاجات ممكن تكون براحتها تشتغل أكثر كمتظاهرين، لأن ماكو أداة قمع، ماكو باسيج وحرس وين يجتمعون وين يروحون، ماكو قيادة، اختيار قيادين بيهم. كل هاي الأشياء راح تخلي الشعب يسيطر على الشوارع، وهنا ممكن نشوف سيناريو رجل قوي يطلع ويقول حفاظا على النظام وعلى وحدة الجمهورية الإسلامية وكذا وكذا، أنا راح أستلم الحكم. ما حد يعرف مصير المرشد هنا شو راح يكون، لكن محاولة استهداف المرشد صعبة مو سهلة. إسرائيل ذكرتها في السابق أنه هي أرادت تغتاله،
بس ما كان سهل تحديده، لأن هو يعني إخفاء ممكن يكون بسهولة مو بصعوبة، وإيران مو بسهولة تخترقها، دولة كبيرة جغرافيا، طهران العاصمة بعيدة عن الحدود، هاي مو كاراكاس صايرة على المي، فموضوع تجي قوة دلتا وتنزل وتعتقله. يعني شوف، بعد فنزويلا ماكو بعد شيء اسمه مستحيل، لكن صعب جدا هذا الأمر. سيناريو إيران يختلف عن فنزويلا كليا، لكن مرة ثانية بعد فنزويلا ما نقدر نقول اكو شيء مستحيل، لأن اكو خلايا استخباراتية بالداخل، اكو هواية اشياء ما تعرف منو ويا منو. ممكن يكون شخص في حلقة القيادة يكون خائن لهم، عميل لدولة اخرى، ما تعرف، كل هاي الاشياء ما تعرفها. فتوقعاتي نهاية الكلام، انتم تريدون تعرفون توقعاتي، اما تنازل ايراني او ضربة عسكرية قادمة. ما دا اشوف الموضوع راح يطول اشهر وسنوات، يعني صعب لان هاي مصاريف، والاقتصاد الدولي ما يتحمل هكذا شيء. والاتحاد الأوروبي شفنا اليوم وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات في كل دول الاتحاد الأوروبي، وهذه ضربة كبيرة، لأن الحرس كان عنده مشاريع اقتصادية، رؤوس أموال وتنظيمات وغيرها في دول الاتحاد الأوروبي، والآن كلها أصبحت فجأة بتوقيع واحد إرهابية، وممكن هاي الدول تاخذ هاي الشركات والفلوس والبنوك وغيرها وما تتعامل معها. يعني العزلة تزيد وتزيد على النظام الإيراني. توقعاتي الأخيرة أنه راح نشوف خلال الأيام القادمة إما يعني تحرك فعليا نحو التفاوض والتنازل الإيراني، وإذا صار يكون اتفاق يشبه ما فعله العراق مع أمريكا في اتفاق الخيمة المشهور، أو نشوف ضربة عسكرية ما راح تستمر فترة طويلة كلش. ترامب ما يحب يطول بالحروب، لكن ممكن ضربات قوية ومستمرة بدون توقف لعدة أيام، وبعدها نشوف الشارع ممكن يطلع في إيران ويسيطر على الأوضاع لحد ما جهة حكيمة في النظام تطلع وتقول أوكي إحنا راح نسيطر على الوضع، وإحنا راح نقوم بالإصلاحات وتهدئة الوضع وكذا وكذا، وانتهاء أسطورة الثورة الإسلامية الإيرانية وتصديرها إلى دول الجوار والعالم. شكرا على المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة.